كلنا بنحب الماسكارا، بتدي شكل جمالي للعين وبتدي شكل انثوي حلو قوي في الوش. بنهتم بيها وبنهتم بنوعها. النهارده هقولك على الحاجات اللي المفروض تكوني عارفاها عشان تاخدي افضل نتائج من الماسكارا اللي انت بتحطيها. اختاري الماسكارا الفحم مش الماسكارا الووتر بروف. الماسكارا الفحم لونها بيبقى واضح وقوي، لكن الماسكارا الووتر بروف اللون بتاعها بيبقى بهتان شويه، ايا كان اللون اسود او بني او اي حاجه تانية. كمان المواد الكيماويه في الماسكارا الفحم بتكون اقل بكتير من الووتر بروف مهما كان البراند بتاعها. كمان الماسكارا الفحم بتمسحيها بشكل اسهل من الووتر بروف. الووتر بروف في الغالب بتوقع الرموش لان هي بتكون من مواد بلاستيكيه، فبتمسك في الرمش جامد وبتشده لما بتيجي تمسحيها. من وقت للتاني حطي الماسكارا بتاعتك في مج او كوبايه فيه ميه سخنه لمده 10 دقايق كده، عشان لو في حاجه نشفت فيها او حاجه مكلكعه تفكها لك. وفي ناس كتير بتحط لما بتلاقي الماسكارا بتاعتها نشفت بتحط جواها زيت، ودي خطوه غلط خالص، لان انت كده بتحطي زيت على رموشك فبتسببي حساسيه وتهيج للعين، فاوعي تعملي كده. لو انت متعودة تحطي طبقتين او 3 طبقات في الماسكارا عشان تديكي شكل كثافي اعلى، ما تستنيش لما الطبقة تنشف وبعد كده تحطي الطبقة التانية. لا، بعد ما تحطي طبقة يا دوبك استني ثانيتين 3 وحطي الطبقة التانية على طول، لان انت لو استنيتي تنشف هتكلكع وهتدي شكل وحش جدا للعين. حطي الماسكارا من اول الجذور، مش تحطيها عند الاطراف بتاعه الرمش، لا، حطي الماسكارا من اول الجذور واطلعي لحد الرمش اللي فوق، يعني حطي في الرموش كلها، لانك لو حطيتي في اطراف الرموش بس مش هتديكي المنظر اللي انت عايزاه حتى لو حطيتي 10 طبقات فوق بعض. لما تيجي تستعملي الماسكارا قبل ما تفتحيها لفي كده، لفي الغطا بتاعها بالمنظر ده علشان تطلعي منها المادة بتاعتها. ما تستعمليهاش بالطريقة دي كده، لان ده بتدخل الهواء جواها وبتنشفها لك بسرعة جدا. قبل ما تحطي الماسكارا بتاعتك هاتي قلم كحل يكون براند محترم نضيف، وحطي خط اسود على الجذور بتاعة الرمش في الجفن اللي فوق، من الجفن اللي فوق جوه العين، جوه الجفن، مش من فوق، يعني مش كأنك بتحطي ايلاينر، لا، كأنك بتحطي كحل على الجفن اللي فوق عند خط الرموش. هيدي منظر كثافة اعلى وهيديكي منظر جمالي احلى وهيوسع لك العين اكتر. واخر حاجة هقولها لك، لما تيجي تمسحي الماسكارا بتاعتك ما تكتفيش بالغسول بس، اغسلي عينك بغسول كويس، وبعد ما تخلصي هاتي زيت، اي زيت متاح عندك، وبحته قطنه او بمنديل حطي نقطتين زيت على المنديل او القطنه وامسحي تاني الرموش كويس قوي. هتلاقي فيه طلعت بواقي عندك في القطنه، امسحي لحد ما تلاقيش اي حاجه طالعه عندك في القطنه، وبعد كده ارجعي اغسلي بالغسول تاني عشان تتاكدي ان مفيش اي بقايا زيوت على عينك. ودي خطوه مهمه جدا، ما ينفعش تكتفي بالغسول بالزيت في الماسكارا لان هي بتمسك في الرموش جامد. بس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.